ايوه اللي انت شايفه ده حقيقي، دي ميه دود. دي يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده الدوده الصينيه. الدوده الصينيه دي بقى مفيده قوي في حاجات كتير، بتجيبوها فوق الجبل. فاحنا دلوقتي يعني انا هطلع اشرب بيها شاي في الشركه، شوف تبقى عامله ازاي. المفروض بقى يا جماعه ان الدوده دي بتزود عندك المناعه، تمام؟ زي ما شايفين بتتجاب من على الجبل اللي هو بتاع الشيزان ده. حتى بص مكتوب يعني كان الارتفاع 4700 متر. نطلع نجرب الدودة دي، نعملها في شوية شاي أو شوية مية، يعني نعمل عليها شوية مية ونشوف تأثيرها ايه. طيب يا جماعة الخمس دودات دول ب1000 يوان، يعني بحوالي 7000 جنيه، تمام؟ الخمس دودات دول تعالوا نفتحها نبص عليها. هي أمبولات كده اهي، كل أمبولة فيها دودة، ريحتها دودة عادي. طيب دي بقى يا جماعه عشان هي تبقى طالعه من الارض، تمام؟ المفروض ان هي تتغسل الاول قبل ما نعمل عليها شاي او نعمل عليها ميه. الدوده نجيب ميه مغليه. في الاول بنعمل ايه؟ بنغسل الدوده. انت اكيد مش معفن يعني عشان تاكل دوده مش مغسوله. وفي كميه التراب اللي طالع والطينه، لازم نغسل الدوده الاول. هنسيبها بقى شويه في الميه عشان بعد كده نقشرها. وزي ما انتم شايفين يا جماعه ده بيبقى الشكل النهائي بعد ما بتتقشر من الطينه اللي عليها. المفروض بقى دلوقتي هنحطها في ميه سخنه ونشربها. في نقط صغيرة أوي كده في المية. عشان يعني مفتيش وما هريش، هو طعمها مية عادي، مسكرة سنة بسيطة قوي. مش عارف السكر ده جاي منين، بس ممكن من الدودة. وبس كده. ولو أي حد فيكم سمع عن الدودة دي قولولي في الكومنتات. سلام.